السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بصحه جيده ان شاء الله. الوصفه ديال اليوم غادي نحضر معكم واحد الوصفه اللي هي كتكون سريعه جدا ولذيذه وكتوجد في دقائق جد معدوده. كيف كتشوفوا معايا الوصفه غادي تكون عباره عن اومليت محشوه. ان شاء الله غادي نديروها بمقادير يعني بالحشوه غادي تكون عباره عن حشوه جد بسيطه، وكذلك غادي تكون متوفره ان شاء الله في جميع البيوت. فبالنسبه لهذه الوصفه ممكن انكم تحضروها لوجبه الفطور في الصباح او وجبه الغداء، علاش لا؟ فهي كتكون وصفه صحيه وغنيه جدا. فبقوا معايا تشوفوا المقادير ان شاء الله كيف شنو غادي نديرها. هنايا كيف قلت لكم فكنحتاجوا البيض. فبالنسبه للبيض غادي يكون على حسب المقلاه اللي عندكم، الحجم ديال المقلاه، وكذلك على حسب الافراد العائله. فبالنسبه لي انا هنايا البيض عفوا البيض هنايا، فانا خديت البيض وعندي كذلك الكاشير اللي قطعته قطع جد صغيره، وكذلك الطون. عندي هنا الكاشير قطع صغيره، وعندي الطون. بالنسبه لهذا الطون فانا كناخذه من ليدل، فهو الطون اللي كنتغطيو به الخبز ديالنا، فهو بنين بزاف، كيجي رائع في هذه الوصفه. وكذلك الجبن المفروم، ما نساوش الزيت والملح فقط، هذه هي المكونات اللي غادي نستعملهم. فكيف كتشوفوا معايا هنايا بالنسبه للمقله ديالي، فانا خديت مقله متوسطه الى صغيره الحجم، يعني ماشي من صغيره، يعني صغيره ما بين الصغيره والمتوسطه. كندير فيها شويه ديال الزيت وكنخليها كتسخن على ما كنهرس البيض. فبالنسبه للزيت ممكن انا استعملت الزيت النباتيه، ممكن انكم نتوما تستعملوا زيت الزيتون او الزبده، اللي يحب الخاطر كل واحد وكيفاش كيبغي ياكل البيض. فبالنسبه لي انا البيض كيعجبني بالزيت النباتيه العاديه. فانا هنايا سهرست البيض. وكونوا حذرين البنات باش اللي عندها الاطفال، وعلاش لا حتى حنا الكبار. بالنسبه للزيت، بالنسبه للبيض، انكم منين كتهرسوه ما يطيح لكمش هذاك القشور ديالو اللي كيقدر انه كيتاكل ويجي في الحنجره، سورتو بالنسبه للاطفال اللي ما كيتحملوش، وحتى حنا الكبار يقدر انه يسبب لنا فشي مشكل. فانايا بالنسبه لي خلطت البيض مع الملح وغادي نديرو هنا في المقله ديالي يطيب. فالكل كيعرف انه يطيب لي اومليت، شكون ما كيعرفش؟ غير هو بالنسبه للوصفه الحشوه فممكن انك تفنني بها. فانا هنا حطيت البيض ديالي وخليته فهو كيتقلب ليا، وحطيت عليه هذه الحشوه. بالنسبه للحشوه فكنستعملها غير في النصف، ما كنعمرهاش للدائره كامله لانني غادي نطويها. كيف كتشوفوا معايا، فمن الاحسن اننا نديروها وهي يلا ما طيبش البيض باش يلصق في هذاك الكاشير. وكنستعملوا الفرomاج غابي من فوقها، كيف كتشوفوا معايا في الفيديو كيوضح كل شيء. فهنا كنحاول انني نقلب للجهه الاخرى باش انني نخليو هكا يطيب. فبالنسبه للطياب ديال هذا البيض فكل واحد وكيفاش كيبغي البيض طايب، كاين اللي كيبغيه طايب مزيان وكاين اللي كيبغيه طيب غير شويه، يعني كل واحد يطيبو على حسب الشهوه ديالو. فصافي هنايا كان منين نحسوا بان داك الفرomاج ولا عليه البيض اللي لداخل طاب لينا باش يذوب لينا داك الفرomاج كذلك. فصافي نحاولوا اننا نزولوها من المقلاة ونحطوها في الطبق ديالنا.
فهو كيجي على هذا الشكل. وهنا كنحاول انني نستمر على نفس العمليه. بالنسبه لهنايا للزيت فانا ما كنضيفش الزيت، ما ضفتش الزيت لانه عندي المقله لا ما تلصقش، ودرت واحد الكميه قليله. فهنا نحاول انني نكمل جميع يعني لا كونتيتي اللي عندي. وهنا استمريت في العمليه وعملت لكم واحده اخرى بنفس الحشوه. فبالنسبه للفرomاج البنات او الحشوه فانتم ممكن انكم تفننوا في الحشوه. تقدروا انكم تستعملوا الكفته اللي تشحروها عفوا تشحروها مع شويه ديال البصله وكديروها. وبالنسبه للفخومه او كذلك ديروا نقانق يعني السوسيس اللي كتقطعوه بيان سور كتقليوه شويه وكديروه في الداخل في كحشوه. اما بالنسبه للفرomاج فممكن انكم تستعملوا الفرomاج دو شيف، فهو كيجي بنين جدا. ولا داك اي نوع ديال الفرomاج ما كاين مشكل، ماشي الفرomاج كيري ولا لافاش كيري لانه ما كيتشورش اننا نحطوه، وانما بالنسبه للفرomاج اللي نقدروا اننا نقطعوه اشكال وكيجي فكيجي زوين صراحه. صافي نطيبوها كيف قلت لكم هكا وكنقدموها. فبالنسبه كتجي صراحه بالنسبه لهاد الوجبه فهي وجبه غنيه وتستاهل انها تستعمل ليها فيديو. فانا منين جيت نحضرها قلت علاش ما نصورهاش. فكاين بزاف ديال الناس اللي ما كيحصلوا انهم كيكون ما عندهمش الوقت انهم يطيبوا الغداء ولا العشاء ولا. فهذه وصفه جد سهله وسريعه، فعلاش لا الانسان ما يتفننش في هذه الاشياء. صافي هنا كنستمر نعمل معكم وحده اخرى. فهنا غادي نستعملها بداك الطون. كيف قلت لكم هذا الطون كنشريه من ليدل. كنطاغتينيو به الخبز كيجي زوين بزاف البنات، بنين هذا النوع ديال الطون. فممكن انكم تستعملوا الانواع الاخرى ديال الطون حتى هما كيجيو زوينين. صافي البنات غادي نستمر على هذه العمليه حتى نكمل كلشي داكشي اللي باغا ندير، يعني الكميه اللي باغا ندير. فانا هنا استعملتهم فرديين، كل واحد عندي 5 ديال الافراد فاستعملت 5 ديال الحبات كل واحد. شنو درت ليه الحشوه عفوا تسمحوا لي البنات شويه عيانه على داكشي فيا الكحه، استسمح على هذا الصوت الا كنتو ما كتسمعوليش مزيان، سمحوا لي بزاف. صافي كيف قلت لكم غنستمر هكا ونطيبها ونحاول انني نزولها من المقلاة. هي كتجي على هذا الشكل. صدقونا البنات كيجيو بنان بزاف، سورتو الا كنتي دايرهم في الغداء فكيجيو بنان. فبالنسبه للاشياء اللي كترافقيها فممكن انك ترافقيها باي حاجه اللي انت كتحبي انك تاكليها. ممكن انك تستعملي معها، فانا هنا رشيت عليه شويه ديال المعدنوس الفوق، القزبر والمعدنوس الربيع. ممكن انك ديري فوقها كذلك شويه ديال الفرomاج. فانا هنا رفقتها غير بالطماطم. ممكن انك ديري فيها الخيار، ترافقيه بالخيار، ترافقيه بواحد السلطه ديال الارز او السلطه ديال الورقه كنقولوا حنايا. وصافي هذا هو هذه هي الوصفه ديالنا اللي حضرت معكم اليوم. كنتمنى انها تنال اعجابكم ويعجبكم هذا الفيديو، وما تنسوش انكم تعملوا لي جيم الى عجبكم الفيديو وتعطوني الاقتراحات ديالكم في التحت. وكنقول لكم شكرا جزيلا والى اللقاء والى فيديو قادم ان شاء الله ومع وصفه جديده ان شاء الله وفيديو جديد. باي باي.